Audio ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من قلب الحدث ومن داخل قاعه التعليم المدني بالجزيره، وفعاليه جديده من فعاليات مهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي للفنان عادل عمار. وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بمصفف الشعر عاطف الصغير. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. منور الدنيا كلها. الله يخليك، تسلم، انت المنورين. تسلم يا رب. احنا بقى النهارده انطباعك ايه عن المهرجان؟ والله هو ان شاء الله يبقى هي الدوره ال 13 وان شاء الله تكون حاجه جامده جدا. احنا متعودين استاذ عادل عمار يعمل حاجات كويسه وحاجه بتطلع في الاخر التكوين بتاعها بيكون التنظيم كان عامل ازاي؟ والله وانا شايف التنظيم بسم الله ما شاء الله تنسيق كويس جدا بيكو، بسم الله ما شاء الله. انت عارف حضرتك بقى الاستاذ عادل يعني غني عن التعريف في الحاجات دي. عارف بس الساده المشاهدين الناس اللي لا بتتفرج عليها ما هم الساده المشاهدين لازم يعرفوا الكلام ده، ان الاستاذ عادل في التنظيم حاجه جامده جدا وحاجه كويسه. بصمه ابداع وتميز. ده ملي يمكن في اختلاف النهارده، كل مره بيختلف، كل مره في نجاح، كل فيها تقدم. استاذ عادل عمار بيعمل مهرجان بوم. احنا بقى النهارده على مجالك. والله هو انا مجالي انا مصفف شعر تجميل سينمائي. الحمد لله سيدات ورجالي. يعني ان شاء الله باذن الله تعالى عندنا افتتاح النهارده باذن الله. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ألف مبروك على التكريم كمان. الله يخليك. عندي افتتاح في شارع ال90 في التجمع النهارده، عامل حاجه جامده جدا هناك. يعني الحمد لله. دايما في تميز. الله يخليك، تسلم لي كلك ذوق. خطفناك من الاجواء. قبل ما نختم لقائنا كلمه بقى للاستاذ حسن الصاوي مدير التصوير قد الدنيا، وطبعا وكلمه ايضا لايف كوتش سماح السيد، وكلمه للفنان القدير عادل عمار. تحب تقول لهم ايه؟ والله احب اقول لهم ان انتوا اسعدتونا النهارده باللي انتوا بتعملوه، ودايما في تقدم ان شاء الله، وحاجه تليق بينا وتليق بيكوا ونفتخر بيها جميعا ان شاء الله. وبشكر حضرتك طبعا قبل اي حد، يعني قبل اي حد فيهم. شكرا ليك. انا سعيد بمعرفتي بيك النهارده وبلقائي معاك، حاجه افتخر بيها يعني. وانا كمان افتخر بيك، الناس المحترمه الناجحه المتميزه دايما، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، دايما لقاءات اخرى مع بعض. ان شاء الله اكيد طبعا. شكرا. معاك انا هروح منك فين؟ بعض ان شاء الله. ليك يا فنان. لكلك ذوق. شكرا.